السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وما ناقصكم حتى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. كما لاحظتوا في المقتطف اللي حطيت الاخر وريتكم واحد النوع ديال الكسكسو اللي هو الجودار، وفي هذا اللقاء هذا غادي نوريكم كيفاش تحضروه وطريقة التفوار ديالو. بلا ما نطول عليكم نوريكم كيفاش تحضروه. غادي ناخذ واحد الكميه ديال الكسكسو حسب عدد افراد الاسره. هنا غنوريكم غير طريقه التفوار، ما غنوريكمش الطريقه ديال المرقه، لان كل سيده ما شاء الله تتعرف كيفاش تحضرها، وكلها طريقته في التحضير ديال المرق ديال الكسكسو. كنحطوا واحد المقدار اللي يكفانا، وكل يدير القدر على حسب افراد العائله ديالو. بما ان هذا الكسكسو محضر على الطريقه البلديه التقليديه راه تيكون فيه الملح، لذا خصنا نديرو غير واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الملحه على القياس اللي خصنا، ونحركوه مزيان. هاد الكسكسو انا راه كنغسلو، نتوما غتشوفوا الطريقه ديالو، واللي خاف من الغسيل يدير الطريقه اللي تسلكو. اما هاد الطريقه اللي غنوريكم ساهله وكتوجد دغيا. كنخوي واحد القدر ديال الماء، القدر اللي غادي نخويو ديال الماء تيبقى الكسكسو لتحت والماء يطلع الفوق. بهذه الطريقه اللي تنوري لكم، ومن طون كنحركو كنخويو الماء. هانتوما شوفوا الكسكسو خصو يبقى لتحت والماء طالع من الفوق. صافي، وغادي نصفيوه. من بعد ما صفيناه غادي نخليوه على واحد الجنب يتشرب وياخذ الوقت ديالو باش يتشرب داك الماء. واللي اول مره غتحضر هاد الكسكسو وخافت يتعجل ليها، دهنو غير بالزيت وديرو مباشره في الكسكاس يفور، ومن بعد تخوي عليه الماء في الكسكاس وحتى يتسقطر وعاد تحلو. هذه الطريقه ديال الناس اللي غيديروه اول مره. ها حنا من بعد ما تشرب لينا الكسكسو ولا على هاد ولا بحال هكا، شوفوا تبارك الله كيمفرز الحبه على اختها. هاد النوع ديال الكسكسو راه صحي وساهل في الهضم، وكنصحكم باش تاخذوه. ما كيطلعش السكر، ما كيديرش ديك التخمه، ما كينفخش الامعاء، سهل الهضم. غادي نديروه يتفور الفوره الاولى للتذكير. الفوره الاولى كنديروها لمده 20 دقيقه. تقولوا لي علاش؟ باش تياخذ حقه مزيان في الطياب. هي الطريقه اللي كنديروا ليه، ولانه بلدي خصو ياخذ حقه مزيان في الطياب. كي قلت لكم هاد الكسكسو راه مزيان صحاب السكر، الكوليسترول، الجهاز الهضمي، راه خفيف ما كيتقلش على المعده، وكنصحكم به. راه كاينين انواع، كاين الجودار، كاين ديال الخرطال، كاين ديال القمح، كاين الخماسي، كاين الثلاثي. من بعد ما وجدات الفوره الاولى هانتوما شوفوا كيفاش ولا راه تيتحل بسهوله. من بعد ما وجدات هاد الفوره غادي نسقيوه بالماء اللي غادي يحتاج، وحنا عيننا ميزاننا لان ديجا غسلناه
حنا غنعطيوه الماء اللي غيحتاج. حنا كنرشو و ميم طون كنشوفوا الكسكسو واش شرب ولا مازال. غادي نبداو نحركو فيه. اللي مقدراش تحركو بيديه دير شي معلقه لانه تيكون سخون بزاف. ها نتوما كتشوفوا كل مره كنحرك وكنقلب غنشوف واش مازال خاصو الماء ولا صافي. عفوا. هنا غادي نخليوه تيبرد شويه ويتشرب ديك الميها اللي درنا ليه. ومن بعد ها نتوما كتشوفوا غادي نزيدو شويه زيت العود او زيت الزيتون. شنو الدور ديال الزيت هنايا؟ هنا الزيت كيزيدنا واحد النكهه خاصه في الكسكسو وتيساعد باش دوك الحبات ديال الكسكسو تيرطابو تيجينا هذاك الكسكسو او ميم طون مفرز ومعلك تيجي رطب. كيرطب لينا دوك الحبات ديال الكسكسو وكيعطي واحد النكهه زوينه في الكسكسو. هانتوما الا لاحظتوا انه كيجي في اللون بحال البلبوله ديال الشعير. اللي شافو تيقول لك البلبوله ديال الشعير. ايوا من بعد ما درنا ليه هاد الزويته غنحركوه مزيان حتى يتلبسوا دوك الحبات بالزيت كاملين. كل حبه تاخذ حقها من الزيت. نحركو نحلوه او ميم طون. ايوا نخليوه تيشرب ديك الزويته مزيان. خليه يشرب الزويته مزيان ومن بعد عاد نديرو ليه الفوره الثانيه. للتذكير الفوره الثانيه راه غنديرو ليه غير 10 دقائق لانه خاد حقه مزيان في التفوار في الفوره الاولى. والفوره الثانيه 10 دقائق كافيه باش يوجد. هذه هي الطريقه باش كنوجدوا هذا الكسكسو. راه ما كتاخذش لينا واحد الوقت ومن طون تناكل واحد الكسكسو صحي ما كيضرناش وخالي من دوك المواد الحافظه وما كنعرفوش المصدر ديالو كيفاش تفور كيفاش. المهم اللهم ناخذ حاجه بلديه. هنا غادي نفورو غادي نحطوه في الكسكاس باش يتفور الفوره الثانيه لمده 10 دقائق. راه هاد الكسكسو ممكن نفورو ونديرو ليه المكسرات نديرو حلو على شكل سفه. غير حنا ما نديروش فيه السكر بويسكو عندنا حاجه بلديه نديرو فيها البلدي. في العوض فاش نديرو السكر غنديرو الزبده باش نحليو نديرو شويه العسل الحر اذا كان متوفرا. ناخذ عسل الليمون هو ارخصهم ثمنا واحسنهم في الفوائد. وهكذا تنعطيو لوليداتنا واحد الحاجه او وليداتنا ولا الكبار ولا واحد الحاجه اللي هي صحيه وفي نفس الوقت لذيذه. نديروها باللوز بالزبيب جميع المكسرات اللي في المتناول ديالنا. وتنوجدوا لهم واحد الماكله واحد الاكله اللي هي صحيه ومفيده وميم طون زوينه. هنا من بعد ما غادي نحطوه يتفور ها هو وجد. شوفوا تبارك الله كي تيجي. والله حتى تيجي زوين غير جربوه. انا من بعد ما جربته وليت مدمنه عليه. مره كنديرو هو مره ندير الخماسي مره ندير ديال القمح الكامل.
المهم راه ما كيخطاناش. اللي بغات تاخدو راه كاين في السوق التضامني، الناس اللي في الدار البيضاء راه كاين في السوق التضامني، تما كيتباعوا جميع انواع الكسكسو. حنا كنا كنديروه في المحل، بحكم ما بقاش عندنا اتصال بالجمعيه اللي كناخذوه من عندها، ما بقيناش كنديروه. المهم اللي بغاتو تمشي للسوق التضامني، المهم راه زوين. هذا لا يعني ان الجمعيه ما بقيناش كناخذو من عندها، ما بقاش عندنا واحد التواصل معها ان السلعه ديالهم ما مزياناش. بالعكس، السلعه ديالهم راه ذات جوده عاليه، الكسكسو ديالهم لا يعلى عليه. ايوا حنا كنحلو في الكسكسو من بعد ما دهناه بالسمن. ايوا حنا غنسقيوه وها هو وجد. ايوا بالصحه والراحه. تنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، والى اللقاء في لقاء قادم ان شاء الله تعالى. خليت لكم الراحه والهنا.